تعالوا بقى كده النهارده ندلع نفسنا كده ونعمل كيكه الفروشيه الجميله دي. عايزه اقول لكم بمكونات بسيطه جدا واقتصاديه هتعملي احلى كيك واحلى فروشيه. شايفين بقى وانا بقطعها دلوقتي كمان هي الكيك يا دوب الشوكولاته مسكت شويه، حاجه بسيطه كده عشان الجو برد. شايفين بقى شكلها من جوه والقوام والحشوه بتاعتها لذيذه جدا. لو وصلت لغاية هنا انا نهى، ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. يلا نروح على الوصفة ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا 3 بيضات بحرارة المطبخ او ممكن من 2 بيضة عادي مفيش مشكلة. هنضيف عليهم نص كوباية من السكر وهنزل عليهم كمان بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر، اي فانيليا عندك. وهنزل عليهم كمان بمعلقة كده من محسن جل. طبعا ده بيدي هشاشة كده للكيك وبيخليه اسبونش اكتر معاكي. هنضربهم كويس جدا. هنزل بربع كوباية من الحليب وهنزل عليهم كمان بربع كوباية من الزيت، يبقى المواد السائلة كلها ربع كوباية حليب وربع كوباية زيت. شايفين بالشكل ده. وهقلبهم بقى كويس جدا. وهجيب بقى عندي الدقيق، هجيب كوباية من الدقيق منحولة. شايفين اهي. هنزل عليها كده وهنزل كمان بظرف واحد من البيكنج باودر كامل، هضيفه كده على الدقيق. وهنزل عليهم كمان بمعلقتين من الكاكاو الخام. شايفين اهو. هنزل عليهم كده بمعلقتين كاكاو خام او محلى الموجود عندك مش هتفرق يعني. هنقلب بقى الكيك كويس جدا كده بالمضرب لغاية اما القوام بتاعي يبقى مظبوط معايا. طبعا تقلبي بعد كده بقى من فوق لتحت علشان تحتفظي بالهواء اللي في قلب الكيك. شايفين اهو ده القوام اللي هيبقى. هو طبعا لسه بقلب كمان. تقلبيه كويس جدا كده لغايه ما يبقى انسيابي معاكي. هيدخل الكيك بقى على درجه حراره 180 هيطلع معايا بالشكل ده. اول ما هيبرد هقسم الكيك على جزئين وهجيب بقى عندي هنا كريم شانتيه. هبدا بقى اضيف كده الكريم شانتيه على الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو. وهبدا بقى اخد كل الكميه اللي عندي وافردها كده على الكيك. عايزه اقول لكم مقادير الكيك دي البسيطه وبتطلع حلوه جدا جدا. ولو ما عندكيش محسن جل مفيش اي مشكله، عادي جدا ممكن تستغني عنه. شايفين اهو. هبدا بقى كده اساوي الكريم شانتيه بتاعتي بالشكل ده. وبعدين بقى كمان هيبقى عندي كده حبه صوص كراميل موجودين. تمام. هبدا بقى اضيفهم كده على الكريمه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الصوص الكراميل هي كوباية سكر بنكرملها من غير اي اضافات خالص ولا نقطة مية في طاسة لغاية اما تاخد اللون المكرمل. وبعدين بنزل عليها بكوباية من الحليب على معلقة من النشا، اقلبهم على بعض وبعدين اضيفهم على الكراميل بتاعي ويغلوا كده غلوتين يا دوب القوام هيتقل ويبقى زي ما انتوا شايفينه كده. هنزل بقى هنا بحبة بقى سوداني مجروش. طبعا احنا ما عندناش بندق، هنحط سوداني مجروش زي ما انتوا شايفين. وبعدين كمان هضيف الطبقة التانية بتاعة الكيك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا طبعا ما زقتش الكيك اي سوائل خالص، هو اسبونش جدا لوحده. وبعدين بقى هنحضر الطبقة الخارجية بتاعة الكيك دي. هيكون بقى عبارة عن ايه؟ شايفين بقى شكلها وجمالها. هجيب بقى هنا باكيت شوكولاتة. ده شوكولاتة كوفرتينا او سما، بيبقى اقل جدا من الشوكولاتات التانية. تمام. هسيحهم بقى كده على ربع كوباية من الحليب سخنة وهقلبهم كويس جدا. وبعدين هنزل بقى بالسوداني نص كوباية كده من السوداني المجروش وهبدأ اقلبهم شوية واسيبهم بقى يبردوا لغاية اما يهدوا شوية علشان اعرف احطهم على الكيك. شايفين بقى هنا بعد ما بردت شوية ابتديت بقى انزل عليها طبعا وهي دافية علشان لو بردت خالص الشوكولاتة هتتماسك معاكي وهتبقى مش هتعرفي تفرديها. بوزع بقى كل الكمية كده. وكمان الجناب بياخد بقى الكمية اللي بتنزل من الجناب كده بقفل بيها الكيك علشان يبقى كلها متغطية بالشوكولاتة بالسوداني. شايفين بالشكل ده اهو. وبعدين بقى هدخلها التلاجة تتماسك معايا خالص وهشيلها بقى من طبق التقديم وانضف طبق التقديم وارجعها تاني علشان يبقى شكلها حلو وظريف.
شايفين بقى ده بقى هو كده بعد ما ظبطتها اهو واتمسكت معايا في التلاجة. اتمنى بقى انتوا تجربوا الوصفة دي وتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد.